يعني هرد على السؤال دوت على الرغم من اني مش حاباه خالص، وحاسه اصلا يعني بلهجه تريقه او بلهجه تقليل مننا. بس انا هرد على السؤال بتاعك لعل وعسى يعني تستفادي مني اي حاجه. هي بتقولي ليه كل الناس بتحكي عن العروض بتاعتكم؟ مش فاهمه فين التميز في كده. بصي، هو انتي لو صاحبة ستور ومستغربة من الموضوع ده فربنا يرزقك ويوسع عليكي، وهنصحك نصيحة بسيطة جدا: اتمني الخير لغيرك وصفي النية، علشان ربنا بيرزق على حسب نية كل واحد. فزي ما بتتمني لغيرك زي ما ربنا هيرزقك، فتمني الخير لغيرك علشان ربنا يكرمك اضعاف ما كرمه. ولو انتي بنوتة عادية ومستغربة، فده معناته ان انتي ليكي اكيد تجربة سيئة معانا، علشان كده يعني ما عندكيش اي انتماء لينا. لان مش منطقي اللي انت تكوني انسانه سويه وشايفه بيج ما شاء الله ما شاء الله ناس كتير بتتعامل معاها، او ناس كتير بتتكلم عن عروضهم، عن منتجاتهم، ناس حابه انهم يتعاملوا مع البيج ديت، وانت تتضايقي ليه؟ اصلا انا عملت لك ايه او احنا عملنا لك ايه؟ ممكن الناس اللي بيتكلموا عننا جربوا المنتجات وحبوها عشان كده هم بيقولوا كده. ويمكن كمان الرزق والقبول ده بتاع ربنا من غير اي حاجه خالص. والحمد لله طبعا ان البني ادم بيعامل ربنا وبيحط ربنا في تعاملاته، مش بيعامل البني ادمين.